يسب الناس كده ويتهم الناس يعني كان المفروض يطلع مستندات. الناس دي سكتنا، قلتوا خايفين، طلعنا اتكلمنا وقعدنا معاكم وخدنا وادينا معاكم تقولوا انتوا متوترين بتعملوا كده عشان تبينوا ان انتوا ما عليكوش حاجه. طلعنا فرحنا ان هي اتحبست، قلتوا ده بيثبت ان انتوا مش عارف ايه. الحكومه خدتها وطلع بيان رسمي في الاخر ان هي اللي غلط مش احنا. طلعتوا رجعتوا قلتوا في الاخر لا ده مش كده بالصح، دي اتخطفت. لغايه الناس والله العظيم مستحيل نعرف نرضيكم، مستحيل نعرف نرضيكم. بس انا بيني وبين نفسي وبيني وبين ربنا وبين الناس اللي بتحبني واللي حواليا فضل ونعمه. انا فل شمعة منوره، بيتي مفتوح، حساباتي مفتوحه، محلاتي معروفه، مكاني معروف في شبرا. يا اهلا ومرحبا من اي حد يقول لي تحقيق، بس انا اصلا كل الحكومه يعني زي ما بيقولوا ابيض على الابيض. يعني انت مش يعني الناس عارفه مين ام مكه واحنا عارفين طبعا يعني الناس العاقله بقى. الناس العاقله سيبك بقى من القطيع والعيال الاندر ايدج اللي بتعلق دي. الناس العاقله هيعرفوا ان ده رزق من عند ربنا، جنه وربنا كرمها ووسعنا علينا. ما طبيعي. ليه الناس يا ام مكه دايما بتشوف يعني انا لما حد بيجتهد او بيشتغل وربنا يعني بيكرمه خرج من منطقه شعبيه مثلا يعني نفس توبنا ونفس اهلنا، دايما بيبقى في نظره اللي هو الحقد ونظره التعالي على الناس اللي ربنا بيكرمها. ليه شايفه كده؟ الناس شايفين ما دام انت ربنا كرمك انت في ايه وبقى معاك يبقى انت بتعمل حاجه غلط. مفيش طريق عندهم شريف خالص، مفيش سلكان خالص. الناس من كتر يا عيني ما الدنيا بقت صعبه وبقى يجيبوا القرش بصعوبه، فمفكرين خلاص ان السهوله هي اللي بقت تجيب القرش. اعمل تجاره اعضاء واثار ومخدرات وزفت ليه لما انا عندي محلات بتكسب، شغاله كل يوم عندي بدل محل 2 وعندي سفره في المحل بعملها، بشتغل وبطلع اونلاين وربنا كرمني. ايه يعني؟ ايه الفكره يعني؟ ام مكه. وبعدين انا مش غنيه غنى فاحش يا جماعه، عادي. أنا بالنسبه يا جماعه انا ليه عشان ما تقوليش انت خفتي. انا مش بلبس الدهب في البيت، ما طبيعي ما البس الدهب في البيت. ونسيت والله يا ابني البسه دلوقتي. طب هقول لك حاجه يا ام مكه، يعني الناس لسه فاكره ان ام مكه قاعده في التجمع وقاعده في فيلا، لكن احنا موجودين في شبرا يا جماعه والله، ومنطقه يعني شعبيه اقل من المتوقع. يعني انا ما توقعتش كده ان انت يعني انا توقعت لا بعيدا عن تشطيب الشقه، واستغربت ازاي انت عامله ده كده برضو في منطقه زي كده. يعني ما هو ده للاسف بقى حاجات بقى الناس ما تعرفش داخليا ان انا مثلا شطبت بمبالغ هنا، وبعدين عشان اجي ابيع لازم ابيع بمبلغ، فاللي هيشتري هيقول طب ما اللي خليني ادفع بمبلغ في شبرا، طب ما انا اروح اشتري بره. وفي نفس الوقت مش عارفه اجيب المساحه دي بره. يوم ما اجيب بفلوس دي مساحه في المكان اللي انا عاوزاها هجيبها 90 متر. اقل حاجه في ممكن تخش معانا فاقل حاجه في اي كومباوند تبقى بمبلغ. انت حضرتك. طب يعني طب ازاي بيتاجر في الاعضاء من غير عم سيد ما يعرف؟ تعالى يا عم سيد كده. عم سيد ده ازاي بيتاجر في الاعضاء وما ده يا عم سيد انت يعني ام مكه طبعا حبيبتك وروحك. بتقول عليا ان انا ببيع بودره وبعدين لما جيت كانت سرقتني يعني، فانا لما رحت انا واحده قالت لها باشا دي كانت عاوزاني ابيع معاها بودره وانا ما رضيتش. هو ابو مكه لا ما كانش بيعمل معاها بودره، عاوز اقول له انا عاوز اعرف البيت دي استبعدتك ليه؟ والله انا عاوز اعمل المحضر، انا سامحاها مش شايفه. انت شفت الاتهامات اللي يعني والكلام اللي الشائعات، ومش اتهامات هي شائعات، واحده طلعت بقين على التيك توك، شفت الكلام ده ازاي؟ وام مكه سندك يعني هي واقفه جنبك دلوقتي. والله احنا بص علي صوتك معلش. احنا مرينا بايام يعني ايه اللي انا كنت شايف ان هو ترند وهيعدي. انما لما الشائعات كترت والكلام ده كله رحنا عملنا محضر. ورحنا عملنا محضر على طول. مش فيها هي بس، عملنا في كذا حد كان غلط فينا، بيقول علينا كلام. اي حد غلط فينا والله العظيم عملنا له محضر. اي حد بيغلط على الصفحات بتاعتنا والكلام ده كله وكلنا المحامي اللي هو يعمل لنا محاضر بالحاجات دي كلها. عشان ما يبقاش في ناس سمعتوا على الفيسبوك، في ناس مشاهير انا عملت فيهم قضايا، بس طبعا ممنوع النشر الا لما اخلي المحامي يجري بعد 10 ايام يحرك المحاضر اللي انا عاملاها. هنزل بيانات الناس اللي انا قضيتهم وعملتهم، هبعت لهم ارقام المحاضر عشان يتابعوا، عشان تبقى بقى كل واحد ياخد حقه بالقانون. البلد والله ما سايبه، والله ما سايبه، وما بيفرقش مع الحكومه وسايط ولا حاجه. انت غلطانه تتجوز. طب معلش، في ناس بتقول لك هي الفسيخ بتخلي الواحد غني. ربنا في ناس كتير احنا في الشارع مثلا وفي كذا واحد جنبي بيبيع فسيخ، انا ببيع اكتر من اللي جنبي، وربنا اللي باعت لي الرزق. انتوا ما بتتكلموش مع ربنا كده وتقولوا له كده، ربنا اللي بعت لي الرزق. ما هو ربنا قال ينزل بقدر يعني ربنا بينزل بقدر لكل واحد، يعني فاهمه انت ازاي؟ رزق يا جدعان والله. رزق
هو ربنا اللي عامل ده، خلى البني ادم ده يخش يشتري من عندي وما اشتراش من عندي من اللي جنبي. ايه المشكله؟ انا بقى اقول ايه لربنا بقى؟ اقول له والنبي انت كرمتني ليه؟ تيجي تبص في شارع اجمله بيبقى فيه كام سوبر ماركت في كتير كتير. بس كل واحد بس ربنا انا مقسمه الزبون رزق. ده مثلا كل واحد يعني ربنا مقسمه رزق. مش حاجه اقول بقى انا ده اشمعنى ده تسال فيها ربنا. انا ربنا كرمني ازاي ان انا اكون دي بتاعت ربنا خلاص بقى. نسيوا ربنا يا جدعان، نسيتوا ربنا والله ان ربنا مقسم الارزاق ومقسم. وفاء عامر انت طبعا كنت على تواصل معاها خلال الفترة الأخيرة طبعا. كنت معاها خلال الفترة الأخيرة، وقولي لنا شعورها ايه بعد النهارده ما ربنا نصرها الحمد لله، ربنا نصرها وجاب لها حقها. نصركم كلكم. يعني استنى ما تخلص تبدا التليفون. الاتحاد. ده عرفت منين؟ انا عارف عصفور عيد. لا والله. عصفور عيد. لا عصفور عيد حضرتك قلت لي تدعي على مين؟ انت عرفت منين؟ ما راح عمرها كده تدعي على حد يعني. انا قسما بالله حاجات في العمر النهارده قسما بالله رايحه ادعي عليها مخصوص. يعني انت رايحه قسمت بدين الله، قسمت بدين الله والله العظيم انا عمري كل اللي اذاني وعمل لي حاجه كنت بسامحه. اشمعنى دي؟ اشمعنى دي يا امك؟ خلت كل الناس اللي مستنيه وانا قاعد اتكلمت عليها وشفت فيها. قسمت بدين الله رايحه مخصوص عند بيت ربنا عشان ادعي عليها، وهعمل فيديو من هناك وانا بدعي عليها. قسمت بدين الله، ويوم الخميس هذبح خروف لوجه الله تعالى خالص مخلص ان شاء الله برضه عشان خاطر. طب يا ام مكه، يعني الفنانه وفاء عامر طبعا انت كنت بتكلميها خلال الفتره الاخيره صح كده؟ عامله ازاي او قولي لنا يعني. مش هسيب حقي هيجيبوها. الصبر حلو هيجيبوها، مش هنسيب حقنا لازم هنجيبه. ومهما كانت قالت لي انا قلت لك بلاش تزيدي نعم ربنا عليكي، اطلعي فيديوهات في اطار شغلك وبس، كلمي عن شغلك وبس، الناس بتستكتر النعم. قلت لها حاضر هعمل كده من هنا وراح. كانت حالتها هنا ما كانت ساعات كنت بتكلميها عن الموضوع ده زي حالتي كده عادي، بس هي متضايقه اكتر يعني. وفاء عامر يا جدعان اقسم بالله العظيم ثلاثه اللي يتعامل معاها شخصيا يعرف قد ايه ست خيره وبتحب الخير للناس ونقطه عن طب اسال سؤال معلش، هل ان وفاء عامر بتعمل خير ده ضرها في حياتها؟ بس هي لما بتكلم معاها اول مره بقول لها انا خايفه بصراحه ان ده يرجعك عن اللي انت بتعمليه. عمري ما ارجع عن اللي انا بعمله، وفعلا من قيمه كام يوم لسه منزله. بس هي تراجعت وقالت ان انا مش هطلع تيك توك تاني يعني. ان شاء الله ترجع كويسه احسن من الاول وبجرة النافعه. معاها حاله بتلم لها تبرعات على تيك توك. ولا صغير يعني في ناس بترزق من ورا الحاجه اللي زي كده صح كده؟ ايوه طبعا ربنا بعتها سبب انها تساعد الناس دي. والله الناس ما تعرفش حاجه يا جدعان، والله انتوا ما تعرفش حاجه، والله انتوا مستقيم. طب تقولي ايه بقى للي قال ام مكه وشمت في ام مكه وكان مستني ام مكه تقع؟ وزاره الداخليه قالت ايه بقى؟ قالت الحمد لله ان تم القبض عليها عشان كانت كل همها الشهره والشو بغرض التربح يعني من المشاهدات. انت عرفت ان هي كانت بتتلقى اموال من الخارج ده اللي اتقال في البيان؟ طب اول ما سمعتي القبض عليها عملتي ايه؟ طب لا قولي لي ردة الفعل كانت ازاي؟ قعدت حوالي نص ساعه انا جسمي بيقشعر والله. نص ساعه؟ حسيت ان ربنا جاب لك حقك؟ طبعا انا كده ربنا جاب لي حقي والله العظيم. انا كده مرضيه من ساعه لما اتاخدت بالطريقه دي من على اللايف. فكره لو انا في حاجه كان زمان انا اتخذت زيها كده. والله العظيم الحكومه ما بتوقفش مع حد اللي معهاش حاجه. الفترات الصعبه في ناس تعرفني داخله بتقول لي هو ده اللي بيحصل ده بجد ولا حاجه؟ انا عاوزه اسمع منك. انت ما تعرفنيش؟ ما تعرفش ام مكه على ايه؟ طب ما كل الناس تعرفني يعملوا لي قبر وهتعدي والكلام ده كله، انما انا اتصدمت في حبه ناس والله ما اعرف معاهم. تخيل كده مين واقف اتكلم معايا وقعد يكلمني ويلعبني؟ سوزي الاردنيه. والله سمعت الفيديوهات بتاعتي. ممكن تسمعنا ريكورد بس ما يكونش في حاجه خارجه. لا والله اخر ريكورد بتاع سوزي من شويه قالت لي اطلعي حلو مش هسقف كمل ماشي كده بس عشان ما يكونش ودايره الشبح بعتلي والحمد لله ربنا يبعد اي شر عننا اي شر. شوفي الليله الشبح. ليه الناس ريكورد سوزي رغم الخلافات اللي بينكم بس سوزي يعني ثانيه ما شغلش ريكورد دلوقتي. وعاوز اقول لك حاجه، سوزي انا اللي مديها راحت عملت فيها انا اللي مديها صوره البطاقه بتاعت مرض. بص يا ام مكه، يعني واحد بيقول لك مذيع واخد فسيخ ورنجه وهو مروح، والله ما خدت حاجه يا جماعه. يا جماعه انتوا سيبكم هم
عاوزيننا بنعمل حاجه غلط. اه الناس مصممه تخلينا نعمل حاجه غلط. الحكومه قالت لا احنا ما بنعملش غلط، بس هو لا انتم مطرمخين مع الحكومه يا جماعه، احنا ايوه يعني ايه المصلحه ان الحكومه هتطرمخ مع ممكه يعني؟ ما يعني الكلام اللي بيتقال يعني عشان بس ما يكونش في غلط ان انا نشرت صوتها. لا انا بسمعك انت. ثانيه كتير بص هي ما شغالش حاجه دلوقتي، اصبر. يا جماعه ثانيه صلاة يا ماما، وزارة الداخلية لسه منزلة الخبر ده. ده مين ده؟ سوزي ولا مين؟ الخبر ده ما تبينش رقمها بس. مسلمين كده ما يبقاش ظاهر، قالت لي ما يبقاش كبير. اطلعي اتكلمي بعقل واعملي فيديو للناس بص المسجل ازاي. ايه يا فوات؟ افتح المكالمه ولا الصحافه بتسجل. ما انا لسه بقول لك ده الصحفيين بيصوروا. افتح السبيكر انت على الاون سبيكر ماشي؟ خلي مساجده تقول كلمتين حلوين. يلا خليها تزغرط بقى، زغرط بقى. ايوه يا ام ساجده. الف يا مبروك، فرحة قلبك. الف مبروك يا ام ساجده. الف مبروك يا ام ساجده. ألف حمد وشكر ليك يا رب. ربنا ما بيرضاش بالظلم أبدا. ايوه ربنا محرم الظلم على نفسه. اه والله. ما بيرضاش على عباده. الحمد يا لله. الله ونعم الوكيل. يلا احنا دلوقتي يا ام ساجده، اول حاجه عملتيها اول ما سمعتي خبر القبض على البنت اللي كانت بتتهمكم بكده. أول حاجة عملتها بقيت أتنطط زي العيال الصغيرة وأزغرط. أقسم بالله بقيت أزغرط. أنتم ممكة قلت لها دلوقتي أنا بعمل فيديو دلوقتي وأنا بزغرط. كانت في الشارع كمان بالليل. شفت الصوره اللي انت مصورها انت ممكه بالسدال المخ